اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج انا وغريمي. خلينا نتكلم سوا كده ونتوقع نتائج البريمير ليج الاسبوع ده بعد التوقف الدولي. يلا بينا. يلا بينا. ابدا جدا. طبعا مع عودة الدوري أكثر شهرة يوم السبت بريمير ليج. أول ماتش ما بين نوتنجهام وتشيلسي. الماتش ده هيبقى على أرض نوتنجهام. تفتكر يا ووزي الماتش ده هيخلص تعادل ولا مين هيكسب؟ بص، انا بالنسبه لي الماتش ده هيبقى ماتش مش سهل على الفرقتين. منطقيا المفروض يبقى سهل على تشيلسي يعني، بس تشيلسي مقدمه موسم بصراحه السنه دي صعب قوي، يعني مش اللي متوقع، فاهم؟ بغض النظر ان هم كسبوا الليفر الماتش اللي فات، بس انت بتتكلم، انت عندك اصابه بالمر. بالمر ما لعبش ماتش الليفر، بس الفرقه مش كده، مش هي تشيلسي، فاهم؟ أنت شايف إن هم محتاجين حارس؟ لا، انا بحب سانشيز بصراحه. بس هو سانشيز انا بحب سانشيز بس عشان حاجه واحده، بس عشان هو قصير، لكن غير كده بحبه عادي. بس فرقة زي ده انا بعشق حجم تشيلسي انا بعشق سانشيز. ده بس سهل لنا فرقة سهل زي لنا حجم الماتش على تشيلسي الاخر يعني. يبقى الحارس الأساسي بتاع ريناتو سانشيز، مش شايف إن هو اسمه قليل؟ ريناتو سانشيز. آه ماشي، مش روبرت فارق مش روبرتو سانشيز. فارق. سانشيز. ده واحد بيشجع يونايتد عادي، عشان كده لا، هما الاثنين هتلاقوهم بيطبلوا لبعض او استغفر الله. بيغنوا يرضوا على بعض. هكمل بس كده. المهم يعني ان مم. تشيلسي مقدمه موسم سيء، ولو انت شايف حاجه غير كده يبقى انت هبل. دي حاجه تانية ترجع لك يعني. ماشي. بس نوتنجهام برضو نفس الكلام، عندهم مشاكل مع الاداره، وكان نونو سانتوس ان لا انا مش عايز ده، ولا انا عايز ده، ومش عارف ايه. ففي الاخر مشوه وجابوا بوستوجلو برضو ميزته ان هو بيعرف يلعب الماتشات الكبيره، بيحب يلعبها يعني. فانا من رايي ده طلع بصراحه، مركز ال 16 في السنة اللي فاتت. بغض النظر يعني مش فارقه يعني، انا طلعت 12 عادي ولا 14 حاجه كده طلعنا يعني. 17. لا، احنا 16 ونص. كنا فوقيهم. بس فانا بالنسبه لي الماتش ده هيبقى صعب على الفرقتين، فاتوقع يعني ان هو 1-1 2-1 لنوتنجهام كده ماشي. يعني. ده خلصت رزع وفتحي. اتكلم انت يا فندم طبعا. ماشي. اول حاجه انت بتتكلم بتقول ان هو هيبقى ماتش على الفرقتين، صعب على الفرقتين. لا، هو مش هيبقى ماتش صعب على الفرقتين. احنا خرجنا من ماتش ليفربول، عملنا ماتش حلو موت. احنا بنلعب من غير سرد باكات، بنلعب من الدقيقه 45، لا من الدقيقه حاجه 56 من غير سرد باكات. الفرقه من اول ما بدانا الدوري من غير ديلاب، من غير بالمر. وبالمناسبه لو انت بتقول ان بالمر وجوده مؤثر، لا احنا الماتش اللي بعده لعبنا قدام وست هام ووديناهم 5-1 حاجه كده. ده حاجه. انا بلعب من غير كولول من اول الموسم، مع تشالوبا كانش معايا، توسن مصاب، بادياشيل مصاب، ابتشيمبونج مصاب، فوفانا مصاب، اللي هم الستة سرد باكات بتوعي مصابين، بلعب من غيرهم. بلس بالمر اللي هو المفروض قوه اساسيه في الفرقه. فانا بعد كل الاصابات دي وديلاب وايسيجو يا وسانتوس ابني جواو عامه. بيدرو اخر 3 ماتشات في الدوري ما شاتش غير شوطه واحده اون تارجت. يعني ما بقولكش يعني ايه العلاقه، انت بتكلم في حاجه دلوقتي، انت جبت لي حاجه تانية. كم؟ غير بقى عندك سانتوس، وعندك سيجو الواد اللي هو البرتغالي ده اللي هو ما لعبش ولا ماتش. بيقول لعيبه ما حدش عارفها غير اللي بيشجعوا تشيلسي. ما علينا. كم؟ انت بتتكلم في عندك فرقه كلها اصابات. كل الماتشات اللي أنا لعبتها او اللي انت بتقول ان هي مش عارف ايه، قدام بايرن اتطردت، قدام زفته دي اسمها ايه اليونايتد بتاعتكم دي، اتطرد مني برضو ترمس جون. احسن من كده. ودي خلينا هنتكلم عليها في الاخر. فانت مم. بتتكلم انها قوتي مش عارف ايه، لا انا بلعب حلو قوي بالحاجات اللي معايا. انا فرقتي كلها مصابه، باللي مطرودين، باللي موقفين، باللي وبعمل توقعك حاجه. الماتش توقعك الماتش. لا اصل انت بتقول لي يا عم تقول غير توقعك. كده. اتوقع توقع نكسب 3-1 حاجه كده عادي. ماشي، بس نكسبوا 3-1 كده. اه طبعا ماشي. ده رهان ان تشيلسي مش هتكسب الماتش ده. ماشي. هنشوف. وانا ماشي براهن من قدام الكاميرا على اي حاجه انتوا عايزينها انتوا الاثنين. يا عم. سيبه طب هتراهن ولا لا؟ سيبه، لا مش هروح. ماشي. رهان حرام. خش على الماتش اللي بعده. برايتون ونيوكاسل برايتون على ابدا ارض انت. برايتون. حاسس ان هي برايتون ولا عامله موسم حلو ولا موسم وحش هما الاثنين هي. يعني يعتبر الاثنين نفس المركز، الفرق ان ده جايب جون زياده بس. فلا عامه بتكلم عن ان برايتون بس عامه. نيوكاسل لسه كسبانه في اخر ماتش ليها في الشامبيونز هو ليج. نيوكاسل ليها الافضليه لسبب ان الواد المهاجم ده بدا فيلتمان، يفوق ولا تاني. مش عارف اسمه ايه، فولتمات جاب بدا جاب جون يفوق. برضو مع المانيا، فالواد لا الواد شغال يعني بصراحه. هو هل كده كده تفتكر ان هو كده كده هيعوض نيوكاسل هتكسب ايزاك؟ هو عادي. ايزاك يا جدعان مش لو شايف جاب قدامه مع الفورمه الليفر. بتاعته، لو جاب الفورمه بتاعته هيعوضه عادي موت. ايزاك مش شايف اه مش شايف مع الليفر. وده طبيعي يعني. وانا المهم هنيجي اصلا للليفر في الاخر يعني. بس لا انا بقول عادي ماتش هيبقى سهل لنيوكاسل، سهل جدا كمان. برايتون ولا هقول لك عامل موسم حلو ولا موسم وحش، هو ده برايتون من اول الخليقه، هو ده مركزهم، هو ده حياتهم. هيخسروا عادي جدا، بس هيبقى ماتش 2-0 2-1
مش هيخسروا بسكور يعني، بس نيوكاسل هتكسب عادي. انا توقعي للماتش ده 3-1 نيوكاسل بصراحه. الواد فولتمان ده جامد بصراحه. لا انا عادي بقول هيكسبوا سكور، مش بسكور. ماشي. بس الماتش اللي بعده تالت ماتش معانا بيرلي وليدز على ارض بيرلي. بيرلي وليدز. بص لقاء جاي من الشامبيونشيب. عيان بيضرب في ميت. بس يعني انا بيرلي كنت متوقع لها موسم احسن من ده بكتير قوي. انا بيرلي كنت متوقع انها تهبط. ايه متوقع البيرلي؟ كانوا في الشامبيونشيب يا عم كانوا عاملين موسم حلو صفقات قوي يعني. راجعين وعاملين صفقات كلها ناس عواجيز، وهو مقتنع ان دي لا خد احسن الحارس بتاعهم. يعني فبرضه ماشي. ده اثر معاهم عامه جامد قوي، وفي الاخر قعدوا دكه يعني فلوس غريبه. لا بس المهم انا لا بقول عادي ماتش هيخلص لبيرنلي ممكن 1-0 جون خطف كده. اتوقع بس. الماتش ده يا جدعان هيبقى ماتش وحش قوي وهيخلص 1-1. في الاخر الماتش ده هيبقى احلى ماتش في الاسبوع. مم. بس ماشي يعني، هو ماتش هيبقى يخلص 1-1 شايفه اللي هو التعادل ده. مم. الماتش اللي بعده إيه يا جدعان؟ الماتش اللي بعده ماتش قوي ما بين كريستال بالاس وبورنموث. الماتش ده هيبقى موت. مش سيمينيو. الماتش ده هيبقى الساعة 5. هيبقى الساعة 5 صح؟ 5 مع ماتش السيتي برضو والحاجات دي. الماتش ده هيبقى أهم ماتش الساعة 5 ده بجد. الماتش هيبقى حلو قوي بصراحه. دلوقتي هي السادس على الدوري بفرق 4 نقط عن الليفر، وبورنموث الرابع 14 نقطة فرق نقطة. بورنموث عامله ماتشات يا جدعان. سيمينيو بيطلع نار فاير. من بقه. بس الفكره كلها بقى سيمينيو يعتبر هو الماتش ده على ملعب مين؟ يوم الثلاث ملعب كريستال بالاس. يعني سيمينيو يوم الثلاث لعب ماتش ملحمي مع غانا، وانت برضو بتتكلم لعب في افريقيا والكلام ده، هل هو هيتصاب؟ عشان برضو ده حمل بدني زياده على سيمينيو عمره ما كان بيلعب ان هو لا بص، في لعيبه ما بتكونش متعوده انها تلعب ماتشات على طول. بس هو سيمينيو تلعب جه قال لك ماتشين. يا بوز انا هتصاب. لا بس فاهم انت برضو بتتكلم افريقيا، ملاعب افريقيا والعيشه في افريقيا مختلفه تماما عن انجلترا، فاهم الموضوع هيبقى مختلف تماما. وفي لعيبه كتير قوي بعد ما بترجع من التوقف الدولي بترجع تتصاب اصابه لا عضليه. ايه يا ابني ده لا عادي. يعني انا بالنسبه لي هيبقى ماتش صعب قوي، بس اللي بتوقعه اهو سيمينيو هيتصاب بالله عليك لا عشان بفكر كابتن. بالمناسبه هنحط لكم كود هنا، اشتركوا في الفانتزي بتاعتنا. بالظبط. ها انت تتوقع كام؟ قول النتيجه. انت ما قلتش النتيجه، انت قلت سيمينيو هيتصاب. انت تتوقع، انت قول كام؟ انا بقول ان الماتش هيبقى صعب على الفرقتين. كريستال بالاس على ملعبها بتلعب بص باستماته، بس انا حاسس ان بورنموث هتعملها بصراحه، هتخطف 1-0 2-1 حاجه كده. ماشي. وممكن ماتيتا يعمل حاجه عادي. 2-1 كريستال بالاس. وانا بقول 2-1 بورنموث. ماشي. الماتش اللي لو بعده بورنموث هتكسب 3-1 مش تكسب لا 2. 2-1 او فرق جون يعني مش عامة يعني الماتش اللي بس بعده يا جدعان بقى. خليكم فاكرين سيمينيو احتمال كبير يتصاب الماتش ده. مش عارف، قلبي حاسس. ماشي انت عارف قلبي بينجم. الماتش اللي بعده يا جلال مانشستر سيتي وايفرتون على ارض السيتي. انا بقول ان الماتش ده هيخلص هيبقى هيفي سكور. هالاند راجع فايق، عمل ماتش حلو قدام اللي ما يتسموش، فراجع بفورمه. فانا حاسس ان ده ضربتين الماتش جزاء. ايه لا ضربتين جزاء. وجاب هاتريك يعني. يعني. تخيل لو كان جاب دول كان عمل فيهم ايه. يلا بقى ولاب بتاعهم اتصاب، مهم ما علينا. انا بقول ان حاسس ان ده ماتش تريبل كابتن بتاع هالاند ليا في الموسم ده او في الجزء ده. حاسس ان الماتش هيبقى 4-1. بص هو الفكره كده. كلها ان ايفرتون القوه الضربه بتاعتهم، وده للاسف يعني جاك جريليش مش هيلعب الماتش ده، لان في موجود بند في العقد ان هو ما ينفعش يلعب الماتش بتاع السيتي. فكده كده مش هو هيلعب. اصلا بقاله 3 جولات ببلانك. بس لا هو بغض النظر عن فانتسي، بس هو لو كان لعب قوة قدام ضاربة جوارديولا عندهم، فعلا فاهم؟ كان هياكله. هو قوة ضربة جامدة قوي يعني، وهو ممكن يكونوا حاطين البند ده عشان هم عارفين قيمة جريليش، عشان هو لما بيتساب بحريته مش بيتحكم بحوار جوارديولا ولازم تلعب الباص والكلام ده، الموضوع بيبقى مختلف. فانا بالنسبة لي يبقى ماتش برضو سهل شوية على السيتي، فممكن مثلا نقول 3-0 السيتي. ماشي. وانت؟ انا قلت 4-0 مثلا كده 4-1 حاجه في الافريج ده. ممكن اقول 3-1 عشان كده السيتي اتفحى زي الخرا. 3-1. الماتش اللي بعده يا جلال ساندرلاند وولفز على ارض ساندرلاند. ساندرلاند هتكسب، مش سكور كبير بس هتكسب. كل الحاجات بتقول انها هتكسب. وولفز من ساعه ماتش سبيرز اتعادلت. الماتش اللي بعده على طول كان قدام برايتون تقريبا،
برايتون، مش عارف، هو تقريبا برايتون مش فاكر. اتعادلوا 1-1 برضو. فانا حاسس ان هم بداوا ياخدوا نفسهم وياخدوا الثقه، بس ساندرلاند هتقفقف لهم وهيخسروا، بس مش بسكور برضو عشان ساندرلاند مش الفرقه القويه. احنا شفناها في اول هي الصراحه الموسم، ساندرلاند بتلعب كوره حلوه، حتى الماتش اللي فات يعني بس اللي احنا كنا بنلعب بس ضدهم احنا فيه. شفناها في اول الموسم حلوه قوي، بعد كده مستواها بقى طبيعي بيقع. برضو الريتم مختلف تماما برضو عن البريمير ليج. فانا شايف ان هو هيبقى ماتش كويس، بس ساندرلاند هتقفقف له. ساندرلاند برضو انت بتتكلم عندهم جابوا شويه لعيبه خبرات. تشاكا برضو فارق معاهم قوي، وعملوا ماتش حلو قوي، يعني بيلعبوا كوره حلوه قدامنا، يعني لعبوا كوره حلوه قوي قدامنا. بس بالنسبه لي يعني ساندرلاند بصراحه، وولفز كمان عملوا موسم وحش قوي قوي يعني انا حتى. توقعت ان هو هيهبط المركز الاخير. ساندرلاند انا برضو تقريبا توقعت ان هو هيهبط برضو. لا انا ايه ده، ماشي مش فارقه يعني. نتكلم في التوقعات دي في الاخر. المهم يعني الماتش هيخلص كام بس عشان اتكلمنا كتير؟ اتوقع بصراحه ساندرلاند هتكسب 2-0. ماشي اللي بعده. وانت؟ انا قلت الماتش هيخلص مش هيفي عادي، ماتش 2-1 1-0 حاجه كده في الخفيف منه، لا، بس اختار ساندرلاند واحده. هتكسب. ايه اختار واحده متخوناش. ممكن اقول 2-0. ماشي زي ايه؟ ماشي. فولهام وارسنال على ارض فولهام. مش هنطلع بره لندن، وارسنال حاميه شويه، حاسس ان الماتش ده يخلص 3-0. 3-0 بس. الماتش هيبقى صعب قوي. تبقى تشوف، انا بقول ماتش الماتش هيبقى 3-0. صعب قوي على ارسنال، وخاصه لينو يا جدعان ما بيتألقش غير قدام فرقتين. ارسنال عشان فرقته القديمه، ومانشستر يونايتد ده هو مخصم معانا كده عادي، فاهم؟ هو الماتشين دول هو اللي بيسيطروه الموسم كله. هو كيكا حارس جامد بس ما بيعرفش يلعب برجله، بس هو حارس جامد. انا بالنسبه لي الماتش ده هيبقى صعب على افتكر ارسنال. كلامي. بقول لك انت افتكر كلامي ماشي. وابقى بقول ارجع الماتش لها هيخلص بعدين. 0-0. الماتش يخلص اكلمك واقول لك ماشي. مين اللي كان صح يعني. بس انا بالنسبه لي الماتش هيبقى صعب، وفي ميزه لارسنال. انا شايفها ميزه، يعني هي اصابه جت للعيب في ارسنال، وانا شايفها ميزه لارسنال ان اوديجارد اتصاب. ان اوديجارد اتصاب ده هيخلي ان ايزي يلعب اساسي. طب ما بقاله جولتين بيلعب اساسي. بيلعب الجوله اللي وينج، فاتت ما لعبش اساسي. لعب وينج شمال. الجوله اللي فاتت يا حبيبي نزل من على الدكه لما عمل الاسيست لمارتينيز. ماشي. تمام. بصراحه يعني انا شايف ان ارسنال ممكن تكسب الماتش ده بصعوبه 2-1 او 1-0. ماشي انا بقول هتكسب عادي بكل سهوله، فيلهم مش هتعرف تعمل حاجه. يلا اللي ويبقى ده يا بعده. جدعان تألق ايزي. الماتش اللي جاي توتنهام واستون فيلا على ملعب توتنهام. الماتش ده يوم الاحد. خلصنا ماتشات يوم السبت، دلوقتي ماتشات يوم الاحد. حاسس ان توتنهام بعد ما كانت بادئه بشكل مرعب، بدات مستواها يرجع. واتكنز شفنا الجوله اللي فاتت جاب جون تقريبا، جاب جون وعمل اسيست. كان اول جون ليه. فحاسس ان الماتش بروجرز ده هيبقى عمل ند assist. بند. حاسس ان توتنهام مستواها مش عارف. بالنسبه لي عادي، ماتش عادي، بس الماتش هيخلص 2-1 توتنهام هتكسب سكورها يعني لا عادي. 2-1 بتاع توتنهام. ممكن 1-0 كمان عادي. دلوقتي مع الماتش الاعظم، ماتش الضحك، كلاسيكو الكره الانجليزيه، الماتش المفضل لمانشستر يونايتد طبعا وليفربول على ملعب الانفيلد. وكالعاده اليونايتد تاريخه يشهر على ملعب الانفيلد. انت اتكلم انت عن الماتش ده الاول. انا حاسس ان ليفربول بقى لها 3 ماتشات عامه بالشامبيونز ليج عماله تقع. مش عايز اقول كده، بس حاسس ان يونايتد هتكسب، او حتى الماتش هيخلص تعادل. هيخلص بالنتيجه ايجابيه لليونايتد. يونايتد لو تعادل بنتيجه 1-1 على ملعب الانفيلد فدي حلوه. التعادل لمانشستر يونايتد يبقى نتيجه ايجابيه ده كده ماشي. وخلينا في الاخر نتكلم على ماتش تشيلسي ويونايتد عشان انت انا بقول عادي هيخلص، ممكن يخلص 2-1 ليونايتد عادي. احنا اللي هنكسب. حاسس كده عادي. حاسس ان ليفربول مفيش حد فيها فايق دلوقتي خالص. عندك كيزا كل ما بينزل بيجيب جون. ازاي يا جدعان ما حدش فيها فايق يا جدعان؟ ده عندها اهم واقوى صفقه في تاريخ نص الملعب في العالم، فيرتس. طب ما عندها ايكيتيكي برضو، فاكر ايكيتيكي اللي احنا كنا طلعنا انا وانت هزقنا ايكيتيكي. ماشي. ومفيش حد كان متوقع ايكيتيكي. ماشي. لكن معلش فيرتس دي انت الوحيد اللي كنت عمال بتقول ايه، لا او مش انت الوحيد، انت ومجموعه فئه كبيره، فيرتس ده هيحول الدنيا ومش عارف ايه. طب يا اسطى، وانا قلت لك ان هو لعيب انا ما اقدرش احكم عليه عشان هو كان بيلعب في الدوري الالماني رتم غريب،
وهو الواد اصلا طبيعه لعبه ان هو انا بحب ابقى اناني، اخد الكوره ارقص زي ما انا عاوز، اللي هو من الاخر هو عايز يبقى محمد صلاح الفريق، وهو مستحيل لازم ياخد الحريه دي، حريه بتاع محمد صلاح. طب انت شايف، انا هسالك سؤال بس وتجاوب فيه ومش هسالك سؤال بعده، اسم. انت شايف المشكله في فيرتس وصلاح ولا المشكله في سلوت نفسه؟ لا هو سلوت سباك دي حاجه تانية. انا ما تقوليش أنا سباك، انا بسالك سؤال وجاوبني عليه، ما بتقوليش حاجه، بقول لك المشكله في فيرتس وصلاح او في الفرقه عامه. أيوة. مش هسمي لك اسماء معلش لعيبه بس ولا في سلوت يا عم وتفكيره سلوت وحش، متخلف. سلوت وحش، سلوت وحش، بس انا واحد لعبت بتاع 8 9 ماتشات، ال8 9 ماتشات دول انا ما عملتش فيهم اسيست حتى. طب ما انت نفس الكلام لصلاح. لا ما صلاح على الاقل جاب جولين يا 3 حبيبي ماشي، وده ساهم. التهديف بتاع صلاح الطبيعي. خلاص انت كده صح. ماشي، انا بقول ان فيرتس جامد ولسه بقولها، فيرتس لعيب جامد، هو مش واخد راحته، وسلوت هو اللي سباك بس، وهيمشي بدري. ماشي انت بس. انت توقعت 2-1، انا اتوقع الماتش ده يا جدعان هيخلص 2-2. فاضل اخر ماتش ويست هام، كان ويست هام يوم كده آخر الاثنين. ماتش في الجوله دي ما بين ويست هام وبرنتفورد على الارض. ويست هام برينتفورد السنه دي مش شايفه قدامها خالص. لا بس الواد شادي بتاعهم ده بس مش شايفه جامد أوي. قدامهم يعني. اه شيد ده ولا شيء شيد ده. اهم حاجه الاتقان في اللغه. اه ده يا جدعان المهم ده يعني- نازل سمر وبقاله سنه بيعيد في الجامعه. المهم يعني بصراحه لا انا حاسس ان هو هيبقى ماتش برينتفورد حلو وحش لحاجه أوي. واحده. سانتوس، حاسس ان سانتوس هيغير طريقه ويست هام. بالنسبه لي انا بصراحه يعني الماتش مش هياخد فيه وقت كتير. برينتفورد مقدمه موسم وحش قوي، هو الواد شيد ده بس هو اللي شغال شويه، وبرضه انا مش شايف ان هو قوي قوي يعني. وويست هام نونو سانتوس هيغير فيهم بس هو برضه هيدافع والكلام ده، والدنيا مش هتبقى احسن حاجه، ومش كام يعني هيغير من النتيجة؟ يوم وليله. انا بالنسبه لي الماتش ده يا اما 0-0 يا اما 1-1، هو ماتش التعادل يعني. او انت قلت 0-0 او 1-1، كده كده ماتش التعادل. نختار 1-1 نتيجه. 1-1. انا بقول 1-0 بس، ماشي. الماتش هيبقى رخم للفرقتين بس ويست هام هتكسب. بس ولو وصلتوا هنا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشغلوا زر الجرس. بس كده، سلام.